النخيل واحة تغجيج بنواحي قلميم يؤتي أكله، حيث انطلقت عملية جني التمور وسط ارتياح أهل الواحة لوفرة الإنتاج ولجودة المنتوج. هنا ظل الفلاحون متشبثين بالطقوس العريقة للجني وتقسيم المحصول على ذوي الحقوق. هذا العام مزيان الحمد لله. لا التمر مزيان بخير وعلى خير. الجودة كاينة كلشي الحمد لله. تقسيم على حسب القاعده الاصليه ديال الارث، كاين اللي تيدي الثلث، كاين اللي تيدي الربع، على حسب ما اتفقوا الناس اصحاب الارض واصحاب الغرس. في واحة يقارب إنتاجها السنوي من التمور 3000 طن، كان لابد من الاحتفال بموسم الجني، وذلك من خلال تنظيم الدورة العاشرة لمهرجان التمور، وهو المهرجان الذي يشكل موعدا سنويا للترويج لهذا المنتوج وإنعاش الاستثمار فيه. تأتي هذه المبادرة ديال المواسم من أجل التعريف والترويج بالمنتجات المحلية، ومن أجل يعني إعطاء دفعة لهذا المنتج التعريف به يعني خارج أسوار يعني إقليميا وجهويا ووطنيا ولما لا حتى دوليا. كنحاولوا باش نجيبوا يعني ننميو اولا يعني المنطقه اقتصاديا، وكنحاولوا نجيبوا يعني بعض المستثمرين اللي كيبغيو يستثمروا في هذا القطاع. لقد ظلت هذه الواحة ومنذ قرون تقاوم الفتاك من الأمراض والعجاف من السنوات من أجل أن يظل نخيلها في هكذا شموخ، لكنها تحتاج اليوم لتقوية مناعتها، وذلك من خلال مشاريع الإنقاذ كما حملها البرنامج الوطني لإنقاذ الواحات.